الكنتالوب أو الشمام شمامة واحدة بديلة للإنسولين وعلاج مرض السكر نهائيا وتنشيط البنكرياس. يبقى كده أكيد عرفتوا الوصفة بتتكون من إيه، بس ما تعرفوش هتاخدوها إزاي أو هتعملوا بيها إيه. فالفيديو ده مهم جدا جدا لكل مرضى السكر، فيا ريت تتابعوا الفيديو للآخر، ومن أول الفيديو لآخر الفيديو معلومات مهمة والله يا جماعة. هما المكونات دي انسولين طبيعي ومضاد للالتهابات وتنميل الاطراف. عندك اطرافك بتنمل او حاجه من مرض السكر بتعالجه. يبقى على طول بقى نخش في الوصفه، بس بنتمنى منكم انكم تعملوا لايك للفيديو ده وتشتركوا في القناه لو انتم مش مشتركين، واهم حاجه تفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. هي ايه الوصفه اللي انت عاملاها ديت، او هي ايه اهميتها لمرض السكر؟ هقول لك طبعا في المغرب، بس انا بدوح على حاجه في المغرب بيسموا الكنتالوب ده او الشمام، عندنا في مصر بنسميه كنتالوب او شمام، بيسموه سويهله او حاجه زي كده، سويهله. هو تقريبا لو انا بنطقها غلط ممكن تصححوها لي، تقريبا في المغرب يعني. طيب هي ايه اهميتها؟ الشمامه ديت او الكنتالوبايه ديت رخيصه اول حاجه، وفيها سكر الفركتوز. ده بقى الحاجة المهمة قوي، ان حضرتك اي سكريات بتاخديها في جسمك بتتحول لجلوكوز. هو الجلوكوز ده بقى اللي بيرفع السكر وبيعمل لك مضاعفات. لا احنا عايزين بديل ليه ويكون سكر برضه بس ما يعملش اضرار، اللي هو الفركتوز. طب اهميته ايه؟ من احلى المواد اللي ممكن تقابلها في حياتك الكنتالوب ده ليه علاج وزيادة مستقبلات الانسولين. الكنتالوب بيخلي الانسولين يشتغل كويس. لو عندك شوية انسولين بساط خالص وعلى قدهم في البنكرياس، لو انت نوع تاني بيشتغل. السكر التراكمي بعد ما تاخدي الوصفة اللي اقولك عليها دي هتلاقي الدنيا اختلفت معاكي خالص. انت محتاجاها لتصنيع جسم جديد ومقاوم ورفع مناعة، بيتا كاروتين، حاجات رفع مناعه ومضادات اكسده، فبالتالي مش هيجيلك مضاعفات مرض السكر اللي هي قدم السكري وغيره. شفتي بس شمامه واحده او كنتالوبايه واحده، حاجه بس فرقت معاكي في حياتك. طبعا الحاجه اللي معاه الحبه السوداء. الحبه السوداء ديت يعني سبحان الله فيها شفاء لكل داء، سبحان الله. يعني لو دورتوا عليها هتلاقيها من احلى المواد اللي بتعمل على انعاش الجسم بالانسولين، وبتزود حساسيه الانسولين للخليه يعني مع الوقت اصلا، او الناس الا وهي الايه؟ الحبه السوداء. فبالتالي انت كده عرفتي ان احنا هنستخدم كنتالوب او شمام وحبه سوداء. طب هنستخدمهم ازاي بقى؟ يلا نخش على الوصفه على طول. انا بتاسف لكم ان انا بس شرحت لكم في الاول، بس الشرح اهم. هتسالي وناس بيسالوا في الكومنتات طب ايه اهميه الشمام او الكنتالوب؟ لو مش متاكده من كلامي ممكن تخش على الجوجل وتبحثي عنه بالانجليزي كمان، اللي انت عايزاه كله هتلاقيه موجود. هنستخدمه ازاي بقى؟ اول حاجه هنقطعه حتت كده، ده لازم يعني. هنجيب شمامه زي دي تكون دي كبيره، هناخد ربعها. طب انا خدت ربعها وقطعتها هنا، تمام. هعمل ايه؟ اجيب معلقه من الحبه السوداء، معلقه كبيره، معلقه كبيره دي معلقه يعني ايه؟ معلقه شاي مثلا، دي معلقه كبيره فاخد نصها بس واحطها هنا كده. واجيب نص كوب ميه عاديه مش سخنه ولا اي حاجه، واقوم حطاها عليه. وبعدين اجيب بالخلاط واضرب كل المكونات دي في قلب بعض. نجيب خلاط ونقوم حاطين كل المكونات دي فيه بس. نضربهم بقى يا جماعه، وهنطلع لكم العصير اللي هنشربه وهنقول لكم ازاي تشربوه. يلا بينا نضربهم في الخلاط اهو. بصوا اهو نضربهم في الخلاط. يبقى عملت ايه؟ جبت ربع شمامه من دي على معلقه شاي كده من الحبه السوداء، ما كتروش قوي من الحبه السوداء، ومليت نص كوب ماء عادي متفلتر خالص، وهنضربهم كلهم في الخلاط هنا. يلا بينا. بعد ما ضربناه يا جماعه كده اهو، هنصفيه بقى في الكوب اللي احنا اصلا كنا حاطين فيه ميه اهو. معلش صرصر بنه. بس بصوا بقى يا جماعه الكوب ده هناخده ازاي بقى؟
الكوب ده مهم جدا جدا لمرض السكر. فالكوبايه دي يا جماعه هي يعتبر بمثابه السحر لمريض سكر. عملنا فيها ايه؟ خدنا ربع كنتالوبايه او شمام ومعلقه من الحبه السوداء او حبه البركه، بيسموها حبه البركه برضه. طب انا اخدهم ازاي؟ انا اخد الكوب ده ازاي؟ اهم حاجه في الكوب ده يا جماعه انك تواظبي عليه. طب هناخده ازاي؟ اول حاجه وانت بتفطري كده كبديل للعصير تقومي شاربه كوب من ده وانت بتفطري، مش قبل الفطار او بعده، لا وانت بتفطري. وايه تاني؟ وانت بتتغدي برضه. وايه تالت؟ وانت بتتعشي. يبقى كده خدتهم كام مره؟ 3 مرات في اليوم الواحد، بتاخدي 3 مرات بس. ايوه بس الحبه البركه كتير عليا او الحبه السودا كده كتير، ما تقلقيش خالص، انا قلت معلقه شاي مع كل مره. لو حسيتي في منها اي مشاكل وقفيها على طول. تمام؟ ناخدها الفتره هتحسي ان كل حاجه اختفت من عندك. يعني دلوقتي انت كنت بتشتكي من تنميل اصابع او اطراف، ما اختفت من عندك. التهابات في الاطراف اختفت من عندك. فكل المشاكل دي عالجناها بكوب واحد من ده بس. طب هنمشي عليه قد ايه؟ تمشي عليه مده مثلا اسبوعين، وان شاء الله نبتدي نعمل تحليل HbA1c او تحليل السكر ونشوف الدنيا اتظبطت. اوقف العلاج؟ لا ما توقفيش العلاج، امشي على العلاج لحد اما الدكتور بس ايه يلاقي السكر اتظبط. لما اصلا هو هيتصدم لما يلاقي الرقم اتظبط، هو هيسالك انت عملت ايه او انت عملت ايه، خدت ايه. فسبحان الله حاجات طبيعيه وحاجات يعني كويسه جدا جدا نقدر نستفيد بيها. طالما تقدر تستفيد بيها استفيد بيها. كوب واحد زي ده هيغير لك حياتك. ماشي؟ لو حد بس عايز الوصفه بسرعه هيبقى عندك شمام او كنتالوب، وعلى فكره هو سعره رخيص جدا جدا مش غالي قوي يعني. هتجيبي دي تقسميها 4/4 مثلا، تاخدي ربعها تقطعيها حتت زي دي كده، متبقيه واحده حتى حتت زي دي، تشيلي القشر ترميه وتحطي عليها نص كوب ميه وتحطي عليها معلقه شاي من الحبه السوداء او حبه البركه وتطحنيها في الخلاط. تشربي كوب واحد مع الاكل 3 مرات، فطار غدا عشاء كل مره معاهم كوب مده اسبوعين ونحل. بس كده يا جماعه هي دي الوصفه. والله حاجه روعه جدا جدا، ان شاء الله تشكريني عليها لما تشوفيها. واتحدى اي حد ان شاء الله ان السكر يتظبط عنده والمشاكل اللي بيعاني منها كلها تختفي. اتحداكم جميعا فجربوها. يا ريت بس الناس اللي بتنتقد يا ريت بس تشوف الدنيا وتشوف الوصفه وتقرا عنها. ايوه في صح يبقى نعمله، في غلط تقول لي عليه. بس كده. وبنشكركم جميعا جدا جدا على دعمكم لينا، وبنشكر بالاخص الناس اللي بيعملوا لايكات وبيعملوا شير للفيديو. فاحنا عايزين بس نعرف انك لو عملت شير للفيديو من الحبه السوداء او حبه البركه وتطحنيها في الخلاط، تشربي كوب واحد مع ان السكر يتظبط عنده والمشاكل اللي بيعاني منها كلها تختفي. اتحداكم جميعا فجربوها. يا ريت بس الناس اللي بتنتقد يا ريت بس تشوف الدنيا وتشوف الوصفه وتقرا عنها. ايوه في صح يبقى نعمله، في غلط تقول لي عليه. بس كده. وبنشكركم جميعا جدا جدا على دعمكم لينا، وبنشكر بالاخص الناس اللي بيعملوا لايكات وبيعملوا شير للفيديو. فاحنا عايزين بس نعرف انك لو عملت شير للفيديو من الحبه السوداء او حبه البركه وتطحنيها في الخلاط، تشربي كوب واحد مع